السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد من طبق المنى. النهاردة هنعمل مع بعض طرب مشوي على الفحم. ده طبعا الطرب بتاع الخروف زي ما انتم شايفين. كل سنة وانتم طيبين. هوريكم ازاي هنعمله مع بعض. طبعا جبت لحمة مفرومة، بشرت عليها بصلة وحطيت ملح وفلفل، بس دي كل المكونات بتاعته. حابين تضيفوا اي توابل تانية من عندكم مفيش مشكلة. دلوقتي انا جبت الطرب زي ما انتم شايفين، هوريكم ازاي نقطعه مع بعض. وطبعا لو في اي جزء تخين هوريكم احنا هنقطعه ازاي. هوريكم قدامكم بطريقة سهلة لاي حد مبتدئ حابب يعمله. طبعا انتوا شايفين الطرب او المنديل هما بيقولوا عليه كده، في قطع بتبقى تخينة شوية. حاول نظبطها كده ونفرد كل قطعة على قد الصباع اللي احنا حابين نلفه، ويكون حجمه قد ايه. بصوا زي ما بوريكم كده ان احنا هنقصه ازاي. انا بستعمل السكينة زي ما انتم شايفين. كل واحد حابب بقى الحجم بتاعه قد ايه الصباع، فبيقص على الشكل ده. بصوا الحجم ده اللي انا بحب اعمله دايما. يعني ممكن الطرب ده او المنديل طلع معايا بعد ما انا خلصت حوالي 25 صباع. بصوا الجزء بقى اللي انا ماسكاه ده، في الحته دي طبعا لازم نشيلها بالسكينه كده بشويش، لان دي مش هينفع ان احنا نلف اللحمه جواها. هو ما شاء الله طلع كميه كويسه. حتى لو لقيتوا معاكم جزء كده رفيع عادي هيتحشي مفيش مشكله. بصوا انا بحطه قدامي كده، وبفضل زي ما انتم شايفين كأني بفصل حاجه كده قدامكم. اشيل القطع اللي بتبقى تخينه او دسمه قوي دي هنستعملها في اي حاجه تانية. كده خلاص انا قطعت كل الكمية بتاعه الطرب. هنبدأ بقى نحشي مع بعض ونشوف مع بعض هيتحشي ازاي. دي اللحمة المفرومة هعملها بايدي بقى عشان كلها تتجانس مع بعض. بصوا البصلة دي مفرومة، انا قشرها بالمبشرة. هقلب كله كده كويس. طبعا انتوا استخدموا اي لحمة انتوا بتحبوها. دي لحمة ضاني هنا انا مستخدماها، فرمتها واستخدمتها. ممكن انتوا لحمة بقري، اي حاجة موجودة عندكم. طبعا الطرب ده انا هشويه على الفحم. ممكن حد لو حابب يعمله في صينية زي طريقة الكفتة بالظبط ويدخله الفرن، هتبقى طبعا طريقة سهلة ولذيذة لو الفحم طبعا مش متوفر. بس على اساس ان احنا بقى في العيد، فهشويه بجانب اللحمة. دلوقتي انا هفرد قطعة من الطرب، واخد عليها احط طبعا اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين، كمية مناسبة كده، ونلفه عادي. اللف طبعا سهل جدا، وما تقلقوش ان هو يطلع مثلا لحمة تقع من الاطراف او كده، لا. طبعا الدهون دي بتسيح لما بنشويه، فبيفضل الصباع محتفظ بشكله زي ما هو. اوريكم كمان واحد. بصوا هنا لقيت في جزء كده تخين شويه مش هينفع يتلف، فبنقصه عادي. يعني مفيش اسهل من كده. ان شاء الله تعملوه وتجربوه، هيبقى لذيذ معاكم وزي اللي بتاكلوه في المحلات واحسن كمان واطعم. بص طريقه اللف سهله جدا، ما بياخدش وقت خالص في اللف. طبعا الكميه دي تقريبا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه، طلعت بالظبط على قد كميه الطرب اللي انا مقطعاها. لو اتبقى منكم لحمه ممكن تشيلوها بقى في الفريزر تستخدموها في وقت تاني، او ممكن تعملوها كفته بجانب الطرب لوحدها كده تشووها برضو. الطرب ده طبعا يا جماعه في المحلات يعتبر من الاكلات اللي هي سعرها مرتفع، وفي نفس الوقت في ناس بتروح المطاعم علشان الطرب ده بالذات بيحبوه جدا. يعني ان شاء الله يطلع حلو معانا باذن الله. انا بوريكم الكمية، ودلوقتي هوريكم طريقة تانية كمان تشوفوها
هتبقى سهلة جدا برضو، هتعجبكم ان شاء الله. احنا ممكن ان احنا نستعمل كمان الشيش اللي احنا هنشوي عليها، بنشوي عليها الكفتة وكده. بصوا انا بوريكم الطريقة بقى دي اللي بقول لكم عليها. بعد ما نلف الصباع هنقطعه كده قطع صغيرة بالسكينة، رول كده، هلف رول ونقطعه قطع صغيرة. نستعمل الخلة بتاعة الشيش طاووق، اوريكم نعملها ازاي بكل سهولة، وما تقلقوش مش هتتفك معانا واحنا بنشوي خالص. بصوا الطريقة الجديدة دي لذيذة قوي، انا قلت اجربها معاكم طريقة مختلفة شوية. دلوقتي انا لفيت الصباع ده كمان، هحطه برضو في خلة، بوريكم تاني ازاي بيتقطع بكل سهولة. طبعا بيبقى شكل جديد وهيعجب اي حد ياكله عندك لاول مره. طبعا حطوا في الخله الكميه اللي انتوا حابينها، ممكن تحطوا بين كل قطعه والتانيه لو حابين قطعه فلفل، بصل، شريحه طماطم، تدي شكل جمالي يعني. انا هنا عملتهم عادي، والطماطم هعملها لوحدها في شيش لوحده. بصوا بتدخل بكل سهوله ازاي. انا عايزاكم تجربوا الطريقه ديت، هتعجبكم جدا. دلوقتي كده انا خلصت الكميه كلها ما شاء الله. بصوا عملت كميه كويسه. طبعا بعد ما خلصت الكميه دي كلها هحطه في طبق في التلاجة لغايه ما اشويه، وهوريكم طبعا طريقه الشوي ازاي. الفحم هنا ولعته طبعا، ولازم الحاجة اللي احنا هنشوي عليها الشبكة دهيا تكون سخنة كويس، علشان وبدهنها احيانا بالفرشة كده زيت علشان ما يلزقش عليها الشوي الحاجات اللي هشويها. دلوقتي هرصه زي ما انتم شايفين. ممكن بقى لو عندكم اسياخ تانية مختلفة غير اسياخ الشيش ممكن تشوي عليها او تحطوه كده على الشبكة، بتشوي كويس جدا يعني. طبعا في الطريقة اللي قلت لكم عليها اللي في الفرن ده الطرب بيبقى ليه طعم، وعلى الفحم طبعا طعم تاني مختلف جدا يعني. فاللي حابب يعمله بأي طريقة على حسب الامكانيات المتوفرة عندكم. طبعا انا برصه هو هياخد وقت شوية معانا علشان احنا حابين ان الدهون دي كلها تسيح. حابين بقى تشووا معاه اي حاجة تانية براحتكم يعني. تعملوا خضار كده في السياخ بتاعة الشيش طاووق تشووها معاه، هتبقى حلوة قوي. بصوا شكله جميل جدا. طبعا واحنا واقفين بنقلب على كل جنب بقى كده شويه لغايه ما نوصل. انا دلوقتي انتوا شايفين انا حاطه طماطم معاها اهيت في الاعواد بتاعه الشيش طاووق. طعم بقى والريحه حكايه ما اقولكوش دلوقتي. واخد تقريبا على الشوايه حوالي نص ساعه علشان كنت عايزه اتخلص من اكبر كميه من الدهون اللي موجوده فيه. جربوه بقى بطريقتي السهلة دي وان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله، ولو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. بالهنا والشفا، مع السلامة.